السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. الصورة قريبة علشان تشوف كويس تشوفي حلاوة اللازانيا وجمال اللازانيا وعلى طريقة اللازانيا ممكن تكون عاملة ازاي. صينية اللازانيا على طريقة مطبخ أكلة وسهرية خطيرة، لها بطريقة مختلفة عن اللي حضرتك متعودة عليها. اللازانيا بتتسلق، اللازانيا نية، دي أسرار موجودة على مطبخ أكلة وسهرية. لكن ازاي تعملي صينية لازانيا بالطريقة التحفة دي؟ تسوية، ريحة، لون حقيقي تستحق التجربة. عايزة اوريكي بس خطيرة ودايبة وبتمط بصراحة. تسويتها وريحتها تستحق التجربة. ايه مقادير اللازانيا الخطيرة اوي دي؟ رقات ومستوية واخدة تيست حلو قوي. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناة، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. مكونات سهلة: ربع كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية، 3 فصوص من الثوم، فلفلتين، ونص كيلو من الطماطم. مكرونة اللازانيا لكن هعملها بطريقة مختلفة جدا عن اللي حضرتك متعودة عليها. معلقة من السمنة، لحمة مفرومة، انزل بالبصل، وعليها 3 فصوص من الثوم، انزل بالفلفل، اقلب اللحمة مع البصل مع الثوم مع الفلفل. معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسمر، نص معلقة من الكزبرة. لما اشم ريحة الثوم واشم ريحة الكزبرة بعدين هنزل بالطماطم. هنزل بنص كيلو من الطماطم، هقلبهم لحد لما تتسبك الطماطم. هنزل عليها كوباية من المية، هتغلي هشيلها وهعمل البشاميل. معلقة من السمنة بمعلقة من الدقيق. اول ما الدقيق يغير لونه وتطلع ريحته بالشكل ده، بنص معلقة من المرقة الفورية، ربع معلقة من الفلفل الاسمر. هنزل بكوباية من الحليب، نص كوباية من المية، وهقلب الدقيق. طريقة اللازانيا مختلفة على طريقتي. مية مغلية، انا مش بسلق اللازانيا ومش بحطها نية، وهنزل فيها باللازانيا. انا عايزاها تطرى، لما هتطرى هتديني طعم مختلف جدا عن اللي انا متعودة عليه. انا عايزة حاجة اكبر. نزل المية المغلية وهنزل شرايح اللازانيا عليها. بتفرق في تسوية اللازانيا جدا. دي اللحمة المفرومة بتغلي ويكون فيها سوائل بالشكل ده، بشاميل. وهنبدأ نقفل الصينية. معلقة من السمنة، افردها في الصينية بالشكل ده. هنزل بمعلقة من اللحمة المفرومة، هبدأ انزل بشرايح اللازانيا بالشكل ده. نزولها في المية المغلية بيفرق في تسويتها. هنزل بطبقة تانية من اللازانيا، هكرر نفس الطريقة لحد ما اخلص المقدار اللي هياخده البايركس. مش مهم تخلصي اللازانيا، مهم تحكمي المقدار اللي هتستوي فيه اللازانيا لانها لسه هتستوي تاني. وهبدأ ارصها على اللحمة المفرومة. المية المغلية بتطريلي اللازانيا لكن مش بتسويها. اخر طبقة من اللازانيا حاولي تخليها يعني في مسافة عشان تسوية اللازانيا. دي اخر طبقة، مش هضيف اي مكونات تاني غير البشاميل. هنزل بالبشاميل
وهفرده على اللازانيا بالشكل ده. معلقة من السمنة البلدي وهنزل بيها على وش البشاميل. هتدي لون للبشاميل، هتدي ريحة لصينية المكرونة، هتدي لون يا جماعة. هنشوف كل ده مع بعض خطوة بخطوة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هولع من تحت بس، هدخلها رف اوسط، هتقعد في الفرن حوالي 30 دقيقة. وبعدين هنشوف صينية اللازانيا بالسمنة البلدي على طريقة مطبخ أكلة وسهراية. تسويتها، لونها، ريحتها، طلعت من الفرن. اللون بيقول طعمها خطير جدا. وبكده اقولك استمتعت جدا معاكي بالفيديو. يا رب اكون فدتك ولو بمعلومة بسيطة، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني فيه.